بجد ترحيب بيكم على قناة أبرار التعليمية والتجارية. معاكم محاسبة هبة فتحي من قناة أبرار التعليمية والتجارية. هنكمل إن شاء الله النهاردة منهج السكرتير العربي للبيولوجيا التجارة. هنبتدي إن شاء الله بالعمل، وبعد كده هناخد مجموعة من الأسئلة النظرية إن شاء الله اللي مش هيطلع منها أي امتحان. كنا نوهنا قبل كده إن إحنا بإذن الله هننزل المراجعات قبل المادة بيوم، أو في يعني النهاردة مثلا عندنا محاسبة حكومية، يبقى بالنسبة لشعبة شؤون يوم 3 يبقى مراجعة الحكومية مثلا يوم 4/6، يبقى هنرجعها ان شاء الله كلها 3/6 فيديو كده مجمع المادة كلها، وهكذا هنعمل مع كل الشعب. وهننزل ان شاء الله تأمينات مواد صعبة قوي، هبتدي ننزلها فيديوهات كده مبسطة علشان نساعدهم لما هم كمان يجيبوا مجموع. كمان هننزل ان شاء الله فيديوهات خاصة بعمل المعادلة للطلبة الحاصلين على 70%، هتساعدهم انهم يجتازوا المعادلة بنجاح عشان يدخلوا كلية تجارة، ونفرحهم. وننساش كده دعوة حلوة والشير وتفعيل الجرس عشان يصلكم كل الفيديوهات بتاعتنا، فتابعوني. في تنويه تاني للحجز مع أكاديمية أبرار التعليمية أونلاين. لو حضرتك عايز تحجز معانا المعادلة برجاء التواصل مع رقم 010-6204-8030. هتلاقوا هناك موجودين ناس هيردوا عليك في خدمة العملاء في الأكاديمية، فهتبتدي تحجز معاهم، وتحجز كمان المذكرة توصلك أينما كنت. ويلا بينا بعد الإعلان ده أو التنويه ده نشوف المنهج بتاعنا. ومعانا السؤال الرابع بتاريخ يوم الثلاث 15 يونيو 2013. أصدرت وزارة المالية نشرة للإعلان عن اكتتاف في أذون الخزانة بقيمة اسمية إجمالية قدرها 200 مليون جنيه مصري لمدة 91 يوم، يعني 3 شهور ويوم مهلة. تؤرخ الأذون بتاريخ يوم الخميس 17/5، وتستحق يوم الخميس 16 سبتمبر 2013. وكان من بين المتقدمين العطاءات والتي قبلت عطاءاتهم السيد البروفيسور أبو كريم، طبعا ده صاحب المادة العلمية اللي احنا بنشرح فيها. عنوانه حي الزهراء القصير البحر الأحمر، يطلب الاكتتاف في عدد 10 أذون خزانة بقيمة 95 جنيه مصري، لكل 100 جنيه مصري قيمة اسمية وسددها بشيك. المطلوب طلب الاكتتاب المقدم من السيد البروفيسور أبو كريم الذي قدمه للإعلان. تعالى بقى هنا نشرح يعني أذون خزانة، متروحش في حتة، هكمل الفيديو مش هيبقى طويل عليك ما تقلقش. يبقى كلمة أذون الخزانة يعني وزارة المالية الحكومة بتستلف من الشعب، فطبعا بتستلف من الشعب فبترد لهم قيمة المبلغ اللي هي الحكومة استلفته من الناس في شكل طبعا أسهم، في شكل سندات، وحضرتك بتاخد عليها فوائد لأذون الخزانة. طبعا أبو كريم هيدفع 95 جنيه قيمة السهم، تمام، لكل 100 جنيه قيمة اسمية 100 جنيه وقيمة فعلية وقيمة حالية 95 جنيه، وسددها بشيك طبعا 85 قرش، يعني 100 جنيه صحيحة. المطلوب الاكتتاب المقدم او طلب الاكتتاب بيبقى مكتوب فيه ايه في مقدم الذي قدمه الاعلان. يلا بينا نحل طلب الاكتتاب. عندي هنا طلب الاكتتاب موجود نموذج اسمه عطاء اذن خزانة، بيتكتب في اقصى اليمين اسم البنك، طبعا البنك المركزي المصري. الناس كلها يتم الاكتتاب في البنك المركزي المصري. دي وسيلة إثبات إن الأستاذ أبو كريم ده ليه عند الخزانة أو ليه في الخزانة المصرية، المفروض تسد له الدين، أو هو مسلف الخزنة المصرية فالمفروض تسدد له الدين. عنوان البنك المركزي المصري 31 شارع قصر النيل في القاهرة مصر. طبعا ده النموذج ده موجود في البنك المركزي، حضرتك مش هتجيبه كده طلب، لا ده موجود طبقا للشروط الواردة بدعواتكم للتقدم لعطاءات لأذون الخزانة المصرية، وتتقدم بموجب هذا العطاء المبين أدناه، ونوافق على دفع مبلغ العطاء كاملا أو المبلغ الذي تم تخصيصه لنا بالسعر المبين لكل 100 جنيه. طبعا موجود عندي جدول مبلغ العطاء القيمة الاسمية 25,000، الاستحقاق 16/9/2013 يوم الخميس. طبعا حضرتك السعر لكل 1000 جنيه مقرب إلى 3 أرقام عشرية، يبقى حضرتك السعر 95 جنيه للأذون الخزانة، هو اشترى 25 سهم أو دفع قيمة 25 إذن. توقيع معتمد التاريخ 15/6. اسم وعنوان مقدم العطاء
أرجو أن يتم سداد قيمة العطاء وفقا لما يلي. يتم اختيار الأسلوب الآتيين: إما الطريقة الأولانية لنسدد بها قيمة العطاء، يعني نفوضكم تفويضكم في الخصم على أرصدتنا لدى البنك المركزي المصري. يعني حضرتك احنا بنفوض البنك المركزي ان هو يصرف الفلوس بالفوائد ويشيلها لنا في حساب، وطبعا توقيع المعتمد الشخص يعني، ومرفق مع هذا الشيء من مبلغ 23,239,630 جنيه مصري يدفع البنك المركزي لتغطية مبلغ العطاء. توقيع مقدم العطاء البروفيسور أبو كريم. طبعا هنا مبلغ العطاء القيمة الاسمية 250,000. أنا ما شوفش الصفر اللي هو الأخراني ده، لا هي مش 25، هي 250,000 جنيه. يلا بينا نكمل التمرين. ده كان سؤال بسيط قوي في كيفية الاكتتاب في أذون الخزانة. طبعا مبيجيش قوي في الامتحانات، فاحنا مش هنركز عليه قوي، هنبتدي نركز على الحاجات الأساسية اللي موجودة في التمرين. أشوفك على خير في شرح فيديو جديد من فيديوهات قناة أبرار التعليمية. ما ننساش الشير. طبعا شكرا على المشاهدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.